عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا بكم في فيديو جديد. الزلفلون العسلمنون في قناة تسكابين. نرحب بالمشتركين الجدد، نقول لهم أهلا وسهلا بكم، نورتوا القناة. اليوم إن شاء الله في هذا الفيديو، في هذه الوصفة، معكم دي ميني بطبوط كما راكم تشوفوا، بحشوه رائعه جدا وسهله واقتصاديه، ان شاء الله تتوفر عندكم. نروحوا مباشره نمروا على طريقه تحضير الوصفه والمقادير تاع هذه الوصفه، مقادير مضبوطه ان شاء الله. بصح فرحوني باشتراك في القناه، ولا تنسوا فعلوا الجرس وشاركوا الفيديو مع الاصدقاء اذا عجبكم، وما تنساوش تصلوا على النبي عليه افضل الصلاه والسلام. نروحوا مباشره نبداو في وصفتنا تاع نهار اليوم. الجميع راح نسبق بها هي اني نحضر صدر تاع الدجاج. راح نحضر ندبلو باش نخليه في الثلاجه باش يتشرب هذوك لي زيبيس ويجي ماريني. هنايا عندي صدر تاع دجاج، انا استعملت كميه شي تقص 30 الفوله. هنا عندي التوابل، بالنسبه للتوابل عفوا واش راح نحتاج، هنا عندي كركم، فلفل عكري، عندي شويه كمون، عندي الملح، عندي تابل خاص بالدجاج، عندي شويه زنجبيل، وعندي فلفل اسود، وعندي لاموطا راح ندير ملعقه تاع نص معلقه كبيره تاع لاموطا، وعندي ملعقه كبيره تاع الزيت. دوك نروحوا نديروا الوصفه مع بعض. دوك هنا نجيب اناء كبير شويه باش يلقى روحو هذاك الدجاج، ندير فيه هذاك الدجاج، ندير هكا تاع لاموطاط، ندير التوابل، نخلط كلشي هنا باش يجيني ماريني. يلفون ميو ديريه ساعه ولا ساعتين من قبل. هنا نزيد الزيت، ملعقه كبيره تاع الزيت. قلت لك يلفون ميو ديريه ساعه ولا ساعتين من قبل باش كي تجي ديريه راح يجي بنين. دوك هنايا نخلطو جيدا حتى تنسجم لي المكونات مع بعضها. ونحطو نغطيه بفيل ترونسبارون ونديروه في الثلاجه حتى يتمارينا بيان مليح، ونجيو ان شاء الله نكملوا الوصفه. بالنسبه لعجينه البطبوط اصلا هو مطلوع صغير، تقدروا مطلوع صغير تسموه برك بطبوط. واش نحتاج؟ عندي 2 كيلات فرينه، وعندي كيلو سميد رطب هذاك الرقيق، فوالا. عندي هنايا ملعقه كبيره تاع خميره خميره الخبز عفوا، وعندي نص معلقه تاع سكر، ما نحبش نكثر السكر، وعندي هنا نص ملعقه صغيره تاع الملح، وعندي الماء دافئ. دوك لكم الاختيار، تحبوا ديروهم بيدكم ولا تحبوا تستعملوا بيتخان. انا راح نستعمل بيتخان في هذه العمليه. دوك هنا بعد شويه لا كاميرا باش تشوفوا بيان. راح ندير كيله تاع سميد، قلت لكم سميد رطب، مع 2 كيلات تاع فرينه يكون سيرتهم من قبل، لازم تصيروهم. دوك انا نجيب سباتول نخلطهم جيدا. هنا سيرتهم انا دو فون باش يدخل لي هذاك الريح للداخل. دوك انا راح نضيف خميره تاع الخبز والملح ونخلط تاني. دوك هنا نركبها لي تاع العجانه. قلت لكم الماء لازم يكون دافي باش هذيك الخميره تتفاعل، ونخلطو. دوك هنا بعد ما شفتها بلي خلاص لمت لي، شوفوا العجينه اللي تحصلت عليها، ما لازمش تكون يابسه بزاف. شوفوا لازم تجي هكا تتلاصق، ولازم تكون طريه، فوالا. شوفوا هنا راني قربت بيا لا كاميرا باش تشوفوها. هنا في يدي درت كميه قليله فقط من الزيت، هنا هكا شوفوا كيفاه جات. دوك هنا نغطيها ببابي فيل، نخليها تخمر
حتى يتضاعف الحجم تاعها. نجيو ان شاء الله نكملوا الوصفه. انا ما عنديش بابيتي، غطيتها غير بساشي تاع الخبز، نغطيها في الفوق بالطرشونه ونخليها تخمر، ونجيو نكملوا الوصفه مع بعض ان شاء الله. بيد البطبوط تاعو يتنفخ. هنا درت فيه في النار مقله، ما نديرلها لا زيت لا زبده باسكو هذاك سكالوب عنده الزيت. راح نحط هذاك سكالوب. فوالا انا قلت لكم خليته قيس ساعه ونص، لا غير خليته قيس ساعه ونص في الثلاجه. وكان نخليه يطيب بالتقلبيه. لازم من داك نبقى نحرك فيه هكا، ما ندير لا زيت لا والو باسكو قلت لكم سكالوب فيه الزيت. بعد ما فاتت مده شفت انه العجين تاعي انتفخت. شوفوا دوك هنا نجي نحط لها شويه صغير، شويه فرينه بالفوق، نحط الفرينه تاني في لو عفوا في لو بلون دو طرافاي. نجي نحيها بكل سهوله. هنا كاين زوج طرق باش ديروها، يا تحلوها حربوش وتقسموا على 12 ولا شحال حبيتو، يا ديروها كيما راح ندير انا، راح نطبعها بالطوابع. نزيد كميه من الفرينه باش ما تلصقليش. حنحلها ماشي رقيقه بزاف ماشي خشينه. فوالا بعد ما حليتها انا عندي هاد لو بورتو بياس، نبدا نطبع به. نتوما اي طابع عندكم طبعوه، ولا قلت لكم اذا ما عندكمش طابع ولا ديروه هكاك حربوش وديروه اقسموها وديروها كرايات وحلوها سهله. ديروها كرايات وحلوها على شكل دائري. هنا بعد ما حليتهم دوكا هاد الزوائد راح نجمعهم، نعاود نخليهم يريحوا. كي يريحوا نعاود نشكلوهم. طريقه سهله هذه، ما طبعتهاش بيا، طريقه سهله. نعاود نجمعهم كامله ونعاود نديرهم داخل الشكاره، تريح قيس 5 دقائق باسكو هكا كي ديروها هكا شغل الاستيكي، تعاود تشكلوها بكل سهوله. بالنسبه هذا دوك نستعمل غير هاد الاداه باش نرفدهم ونحطهم داخل السنيوه. انا هنا درت كبيره باش كي ينتفخوا ما يديوليش بلاصه. سنيوه كبيره درت لها طرشون كما راكم تشوفوا، ما تخافوش ما راحش يلصق لكم. نكمل نجمعهم كامله. فوالا دوك هنا نغطيهم نخليهم يخمروا لمره اخرى. هذا هو السر باش يجي البطبوط خفيف داخل فارغ، فهمتوا؟ دوك نغطيها بطرشونه واحده اخرى ونجيو نخليها تخمر. ما تطولش، قيس 20 مينوت ميم با 30 مينوت ماكسيموم 30 مينوت. كي تخمر نجيو نطيبوهم. الطياب تاعهم اذا عندكم مقله تقدروا تطيبوا في مقله ولا طاجين. انا نستعمل هاد الطاجين. بعد ما ينتفخوا لي فوالا شوفوهم راح نحطهم غير بالعقل باش ما يروحليش هذاك الانتفاخ. والغاز والنار لازم تكون قويه شويه، ما لازمش تعبزوهم هكا من الفوق، نحوهم غير بالعقل. فوالا والسر باش يجيكم البطبوط منفخ لازم كي تشوفوهم تنفخوا شويه قلبوهم، ما تستناوهمش حتى يطيبوا من الجهه التحتانيه. كان بعد ما شفت انه الحجم تاعهم تضاعف نجي نقلبهم غير بالعقل. فوالا نستناوهمش حتى يتنفخوا كومبليتومون، لازمش نستناو حتى يتنفخوا كومبليتومون، نجي ديريكتومون نقلبهم.
فوالا. دوكا هنا نبدا نقلبهم، ندور كي يزيد شويه من تحت، نبدا ندور هكاك حتى يطيبولي. نقعد غير ندور فيهم هكا. اللي ما تستحملش الحراره دير بيدها بلا سباتول ولا. هذا هو السر باش يجي البطبوط فارغ من الداخل. نقعد غير نحرك فيهم حتى ياخذ اللون اللي راكم حابينه. غير هكا نقلب غير فيهم هكا. هنا كلشي عوجت. تشوفوا البطبوط تاعي كيفاه طاب كيفاه جا منفخ. دوك كي نحلوه تشوفوه من الداخل كيفاه منفخ. هنا هذاك الدجاج، وهنا طيبت صوص بيشاميل كما راكم تشوفوا. درتها ديجا معاكم، راح نخليها لكم في صندوق الوصف باش تشوفوها كيفاه درتها. هنا كاضافه راح زدت لها شويه تاع ثوم، وهنا راح نزيد لها ملعقه تاع لاموطارد. راح نزيد لها غير ملعقه صغيره باش تجيني برك بنفس الكو تاع الدجاج. نخلط. شاركتها ديجا معاكم. درت ملعقه تاع زبده، ملعقه تاع فرينه، ودرت كاس تاع حليب سخون، درت هذيك السنه تاع الثوم، ودرت الفخوماج غابي. دوك هنا راح نخلطها مع هذا الدجاج. نخليها تعقد لي غير شويه ونجي نحشي بها البطبوط تاعي. الحشو دائما يبقى اختياري. نخليها تعقد لي غير شويه ونجي نحشي بها البطبوط تاعي. فوالا. هنا بعد ما بدت لي وعقدت لي كما راكم تشوفوا، نجي نحل البطبوط باش تشوفوا كيف جا منفخ من الداخل. منفخ فارغ من الداخل. فوالا. ونصيحه باش يجيكم هكا ما لازمش تغطوه هو سخون، كي تغطيوه راح يتعجن لكم. فوالا. دوك نجي نحشيه عادي بهاد لاصوص. نستعيد بمعرفه هكا شويه. اي حشوه تحبوا ديروها ديروها. جوانب ندير شويه هكا تاع لاصوص باش ندير جبن المبشور. عندي كميه من جبن المبشور، عندي شيدار هنا. راح نحشيها هكذا. فوالا. كنا نكمل نحشيهم كامل هكا بنفس الطريقه. النتيجه هنا زينتهم تزيين خفيف فقط بكوردون، درت لها كاس زيتون من الفوق باش يجي الشكل يشهي. كما تعرفوا الانسان ياكل بعينيه. فوالا. رائعه لاصوص بنينه ديجا كلاو منهم. ان شاء الله تعجبكم وصفه تاع اليوم، ونتلاقى في فيديوهات اخرى ان شاء الله. مع السلامه.